السلام عليكم. هنتكلم النهارده عن بطولة افريقيا. يا جماعة، هو ايه اللي حصل؟ ده منتخب الجزائر ده جامد قوي، جامد قوي قوي قوي. يعني تخيل انت بتلعب الكونغو اللي هي من اقوى المنتخبات بقى الفترة الاخيرة، وبدأوا يدخلوا لعيبة من زي توانزيبي وارون وان بيساكا اللي هم لعيبة اصلا. كانوا تقريبا هيلعبوا من منتخب انجلترا اصلا، جابوهم وجنسوهم وحوار وعاملين فرقة كويسة والدنيا والناس كلها بتتكلم على الكونغو. وعندهم فيستون مايلي مهاجم بيراميدز، وعندهم كذا لعيب جامد قوي. وفي الاخر انت بتشوف الجزائر بتلعب عليهم جيم اللي هو طول الماتش انت شايف الجزائر احسن، انت شايف الجزائر احسن. ومدرب الجزائر ده الراجل ده قلبه ميت يا جماعه. احنا بنشوفه النهارده بيطلع رياض محرز اللي هو نجم الفرقه، طلعه بدري. وعنده الجرأة ان هو يلعب حاج موسى اللي هو يعني معلش، ما انت لو خسرت انت تقول لك ازاي تطلع رياض؟ موضوع غريب بصراحه. الفكرة بقى ان شايف الحاجة الوحيدة اللي هو غلط فيها بصراحة يعني او اتأخر فيها شوية، هو تغيير بغداد بنجاح. بغداد ده مهاجم سفاح الصراحة، يعني انا بشوفه من ايام ماتش الزمالك والنجم الساحلي بتاع الخمسة. والراجل ده يعني انا مرعب بصراحة. لعيب قتال بمعنى الكلمة، بيعرف يخطف المدافعين كده. هو تحسه اكل لحوم البشر، هو بيعرف يسيطر على اي مدافع مهما كان. مهاجم بمعنى الكلمة. فحتى لو ما عادش فورمه زي زمان بس على الاقل يعني كان نازل بدري شويه. عندهم عموري الوينج، وعندهم كذا لعيب. لا لا لا، منتخب الجزائر منتخب حلو جدا جدا جدا. طبعا الكريزه بتاعت الماتش النهارده هو عادل بولبينا يعني الراجل قال لك ده هيجي الزمالك في بداية الموسم، ومش عارف وقفنا معاهم على 500,000 دولار ومش عارف ايه والحكاية والرواية، وفي الآخر ما جاش الراجل في البطولة العربية. والنهاردة بيثبت لك ان مجلس اداره الزمالك دول ما يفهموش حاجه. ده احسن من 100 صفقه من الكسر اللي انت بتجيبهم واربع خمس لعيبه وتمشيهم في الموسم اللي بعده والحوارات دي كلها. لا 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 لا، الراجل بيثبت لك يعني ايه جوده. ده كده المفهوم الحرفي لكلمه جوده. لعيب واحد ده ار2 في البعيده جون بمعنى الكلمه في الدقيقه 118 يا جماعه. خلاص الجزائر راح تلعب ضربات جزاء ويا عالم هيطلعوا ولا لا. جون بمعنى الكلمة، معلم 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 لعادل بولبينا. لافت انتباهي برضو حاجة حلوة قوي، لوكا زيدان ده ستايله حلو قوي. يعني هو ستايله حلو قوي، هو صحيح مصدش كتير النهارده بس الجون ستايله حلو. يعني حتى الكرة اللي مسكها بتاع شكله حلو كده في الملعب. طبعا عندهم عيسى مندي ده سفاح برضو، مدافع قوي جدا وعنيف يعني. وكان بيلعب مع جنبه في اول الماتش رامي بن سبعيني، بعد كده غيره ونزل ودى باك شمال وطلع آية نوري، ونزل زين الدين بالعيد لعبه مدافع جنبين، وودى رامي بن سبعين باك شمال. تحس فيها يعني الراجل بيحاول يحرك كده الدنيا وبتاع من غير فلسفة كتير برضه. اللي هو عادي يعني مدافع بيلعب برجله الشمال فبيعرف يلعب مدافع شمال، وبيلعب باك شمال فعادي يعني الدنيا سالكة. مش زينا، مش معقدين زينا. تحس ان منتخب مصر معقد شوية. نيجي بقى الماتش التاني اللي بصراحة خوفني اكتر ما كنت خايف، ماتش الكوتيفوار وبوركينا فاسو. خلي بالك بوركينا دي برضو من المنتخبات اللي هي مش سهلة، يعني منتخبات المفروض تعاصلك. لا لا لا، كوتيفوار بعد اول نص ساعة يا جماعة 2-0 خلاص الماتش خالص. عماد ديالو حرفيا فورمة التنين، يعني الله يكون في عون فتوح الصراحة الماتش الجاي حاجة مرعبة الصراحة. والواد توريه اللي نزل في اخر الماتش ده العيل صغير، خد الكرة من عند الجون بتاعهم وصل لحد ما وصل عند لحد ما جاب جون، يعني لحد خدها من جون للجون. وده عيل صغير، ده عنده 19 سنة. احنا عندنا محمد صلاح امبارح طلع يقول لك احنا منتخب شاب. منتخب شاب بقى صلاح؟ ده اصغر واحد ابراهيم عادل عنده 24 سنة، ده الشناوي عنده 37 سنة، ده نص الفرقة في ال30 وال31 وال33. دي فرقة مسنة اصلا. ده هما يعني لو بطولة افريقيا فعلا هتلعب كل 4 سنين غالبا الجيل ده مش هيلعب بطولة افريقيا الجاية. فانا مش عارف، هي بيقول لك فرقة شابة وعشان كده مش مرشحين وبتاع. يعني مش مرشحين، مش احنا مش مرشحين عشان بنلعب كورة زي الزفت. ما انت لو بتلعب كورة حلوة الناس هترشحك يعني، الناس اللي بتشوفه برضه. انا استغرب بصراحة. كوتيفوار مرعبة، واختبار لحسام حسن. حسام حسن يوم ما جه ما لعبش فرقة جامدة،
هو ماشية الدنيا بالبركة ومع فرق متوسطة ومن عصلك وبتاع، او جالك بقى التنين بقى، جالك منتخب مرعب فعلا، وعندهم فرانك كيسيه، وعندهم ليلة بمعنى الكلمة. ربنا يسترها علينا ان شاء الله. طبعا كده دور التمانية كده خلاص كله ظبط كده. عندك مالي والسنغال، وطبعا يعني ساديو ماني حرفيا هياكل مالي، اعتقد يعني ان خلاص دي ماتش مضمون بصراحة. الكاميرون والمغرب، وده ماتش صعب. ليه بقى ماتش صعب؟ لان عمك صامويل ايتو قاعد لهم في المدرجات، وكان بيتفرج النهارده على ماتش كوت ديفوار، وشكل ايتو ده شراني، انا عارف شراني مش هيسيبهم. بس ان شاء الله اخواتنا في المغرب يعني يعدوه. في ماتش بقى الجزائر ونيجيريا، ونيجيريا دي مرعبة، بس فرقة مجانين، عيال دماغها لسعة. اوسيمين امبارح اتعارك معاهم عشان زمايله ما بيبصلوش، واتخانق مع لوكمان وبتاع، وقعد يتمشى في الملعب. المدرب غيره وطلع زعلان، والنهارده سابهم ومشى، راح على تركيا. حاجة يعني في منتهى الجنان، يعني تحس ان هم بيلعبوا حجز خماسي، مش بطولة افريقيا وبتاع. انا برضو كنت مستغرب اوسيمين ده، بقول برضو ليه الفرق الكبيرة ما تاخدوش، طلع دماغه لسعة يعني. فاعتقد عشان ده السبب برضو ان هم طنشوه يعني. فان شاء الله مش عارف، الجزائر صعب بصراحة عليهم، برضو نيجيريا جامدة، بس نيجيريا في حتة كده في ماتش تونس، هما كسبوا تونس 3-2، بس في حتة في اخر الماتش، اخر ربع ساعة كده، تحسسك ان نيجيريا دي دماغهم تعبانين برضه، يعني هما كانوا ماسكين تونس دعكوا طول الماتش، وفي اخر ربع ساعة كده لا، كان ممكن تونس يعمل عليهم رومنتادا. فالجزائر بيتهيألي ممكن يعدوهم بخبراتهم برضه، يعني لو شد حيلهم شوية ممكن الجزائر تعدي، او انا اتمنى يعني. طبعا مصر وكوت ديفوار دي ربنا يستر علينا، دي ربنا يستر علينا، احنا غلابة، احنا غلابة. وانا مش مطمن، يعني انا حاسس ان احنا هنتغلب، وهتبقى نهاية حسام حسن. يمكن اتمنى بصراحة ان احنا نشوف حاجة تكتيكية من حسام حسن، واتمنى عامة يعني ان احنا نشوف امارة بقى للمنتخب المصري بصراحة. ان انا شايف ان احنا من اول البطولة احنا عمالين نزق كده، والدنيا ماشية بالدعوة، فهنشوفه يعني، ربنا يسهل الحال. في النهاية لو عجبك الفيديو دوس لايك وسيب لي كومنت، والسلام عليكم.